جسر مضيق كارش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم منقول بالكاميرا المراقبة على الساعة 6:02 حين انفجرت شاحنة ملغمة لضرب محروقات بداخل قطار بدقة استخبارية غير مسبوقة، فاحترقت 7 مقطورات لقطار موجه نحو القرم، وهو ما يكشف أن سلسلة العمليات بدأت بالمشاريع الاستراتيجية الحساسة التي دخلها الصراع منذ ضربة نورد ستريم 2 500 مليون روبل روسي وشهرين لإصلاح العطب، لأنه في يوم 8 أكتوبر في مقابل جزيرة تامان يقول سيرجي أكسيونوف حل الحادث. هل الأمر عملية كاميكازية أو يتعلق الأمر بنقطة تحول أرادتها المخابرات الأوكرانية؟ وحسب أنكر فاكس لم يعد اليوم سوى خط إمداد واحد للقوات الروسية جنوبا، خط كراسنودار ميليتوبول، ومعلوم أن هذا الجسر ب 19 كيلومتر تضرر منه 1.3 كيلومتر أي 1300 متر جراء التفجير، و3 أجساد لرجلين وامرأة انتشلت من البحر، والسائق الشاحنة هددت هويته. الشاحنة لمالكها بوريس يزوبوف من كراسنودار، وقد باعها لعميل من المخابرات الأوكرانية وضبط اسمه والشاحنة ملغمة، فكيف مرت من نظام المراقبة ST 6035؟ مستشار الرئيس زيلينسكي ميخائيل بودولياك أشار إلى أن كييف وراء الهجوم. القرم، الجسر، هذه بداية. كل شيء غير قانوني يجب أن يدمر، كل شيء سرق يجب أن يعود إلى أوكرانيا، كل شيء محتل عبر روسيا يجب أن يطرد. وبوتين يحقق في العملية ليس في فاعلها، وجزء من الطريق الذي سقط في المياه. لا أحد من طاقم القطار جرح، واستمرت الملاحة في مضيق كارش تأكيدا على تجاوز الموقف. التحقيق الروسي لا يرمي إلى معرفة الفاعل لأنه معروف، إنما هل هناك يد أمريكية متورطة في الحادث؟ هل هناك يد بريطانية ساعدت؟ هل هناك طرف ثالث؟ المفوض العسكري في موسكو لديه معطيات. ألكسندر سلاتكوف القائد العسكري أو المشرف العسكري على الشركة الروسية للراديو والتلفزيون العمومي يؤكد على تورط طرف ثالث. إنها قنبلة ب2 متر تحت الأرض، أي بتأثير يصل إلى 2